قبل ما نبدأ الفيلم نصلي على النبي، ولو عجبك الملخص يا ريت تسيب لنا لايك وتعليق. شكرا لكل متابعيني على دعمهم ليا. بيبدأ الفيلم مع جاك مهندس تصليح محطات المية، وبيكون بيشتغل بشركة كاردل، وبيسافر هو ومراته آني وبناته لوسي وبيزي علشان يشتغل في شركة في قارة آسيا. وبيوصلوا للبلد اللي هيشتغل فيها، الحمد لله على السلامة يا جاك. وبيفضلوا مستنين العربية اللي هتاخدهم بس مش بتيجي. وبيتعرف على هيموند اللي كان معاهم في الطيارة، وبياخدهم معاه لأنه رايح نفس الفندق. وفي الوقت ده بيكونوا بيتفقوا على افتتاح محطة مية، وهي دي اللي هيشتغل فيها جاك. وبعد ما خلصوا الاتفاق الشعب بيهجم على مقر الحكومة، وبيخلص على رئيس الوزراء، وبيهددوا سكرتير رئيس الوزراء، فبيخلص على نفسه. وبيشوف جاك فوضى بتحصل بس ما بيكونش عارف سببها ايه. وبيوصلوا للفندق وبيكون بناته فرحانين جدا، وبيروح علشان يشغل التلفزيون بس مش بيلاقي فيه ارسال. فبيتصل على الفندق لانه عايز يعرف الاخبار اللي بتحصل، وبيقفل التليفون وما بيكونش مطمن، وبيضطر ينزل لهم تحت. وبيسأل عامل الفندق على جرايد علشان يعرف منها الاخبار، فبيطلع له الخريطه وبيعرفه على المكان الوحيد اللي فيه جرايد، وبيقول له المكان قريب من هنا. وبيطلع جاك بره وبيروح للمكان اللي قال له عليه عامل الفندق. وهو في الطريق بيتفرج على المحلات، وبيوصل للمحل اللي هيشتري منه الجرايد، وبيلاقي راجل عجوز وبيفضل يتكلم معاه لكنه مش عارف لغته. وبيشوف الجورنال وبياخده بس بيكون قديم، وبيقعد يقرا فيه وهو ماشي. وبيشوف حاجه لفتت انتباهه وبيفضل يبص لها. وفجاه بيلاقي الامن المركزي بيقرب ناحيته، وبيبص الجنب التاني وبيلاقي الشعب بيقرب عليه. وبيكون جاك واقف في النص بينهم وبيجري بسرعه قبل ما يفعصوه. وبتحصل معركه شرسه بينهم وبيموت منهم ناس كتير. وبيفضل جاك يجري بسرعه علشان يهرب منهم. وبيبص وبيلاقي الفندق قريب منه، وهو في طريقه بيلاقي عربيات والعه وناس ميته. وبيوصل للفندق وبيترعب من المنظر اللي شايفه. وبيشوف مجموعه من الناس ماسكين واحد امريكي وبيضربوه بالنار وبيخلصوا عليه. فبيخاف جاك وبيجري، فبيشوفوه وبيجروا وراه، فبيهرب منهم وبيطلع على السلم، وبيوقع السلم عليهم بعد ما طلع. وبيدخل الفندق وبيشوف العمال بتمنع الناس من الدخول بس ما بيقدروش يسيطروا عليهم، وبيدخلوا الفندق. وبيوصل لمراته وبيحكي لها على اللي حصل، وبيسالها على بناته، فبتقول له بيزي في حمام السباحه. فبينزل بسرعه علشان يروح يلحق بنته. وبتسمع اني صوت قوي جاي من بره، فبتقول لي بنتها لوسي تستخبى جوه في الحمام. وراحت عند الباب وقعدت تبص من العين السحريه، وبتشوف ناس بتقتل اي حد موجود في الفندق، فبتترعب وبتصد الباب بظهرها علشان ما يعرفوش يدخلوا لها. وبيوصل جاك لحمام السباحه، وبيزي بتكون تحت الميه ومش في دماغها حاجه، وبيطلعها بسرعه وبياخدها وبيجري. فبيشوف الناس قدامه فبيهرب من السلم الوراني، وهو طالع بيتفاجئ بواحد منهم وبيكون خلاص هيخلص عليه، بس بينقذه هيموند في اخر لحظه وبيضربه وبيخلص عليه. ووصل لمراته بس بتكون مرعوبه، وبيقول لها لازم نطلع فوق السطح على امل ان حد يجي ينقذنا. وبيتفاجئ بكل الناس اللي في الفندق مستخبين فوق. وبيسال جاك هو ايه اللي بيحصل، فبيعرف انه انقلاب من الشعب على الحكومه ورئيس الوزراء اتقتل، وده بسبب شركه الميه اللي كان هيشتغل فيها جاك. وبعدها بيتفاجئوا بطياره هليكوبتر داخله عليهم، وبيكونوا فرحانين جدا وفاكرين ان هي جايه علشان تنقذه. وفجاه بيلاقي واحد من المتمردين معاه سلاح وبيضرب عليهم نار، وبيستخبى منه جاك هو وبناته في اخر لحظه. وبتبدا الطياره تقرب منهم بس بتشبك في لوحه اعلانيه وبتقع على السطح وبتنفجر. وبيبص جاك وبيلاقي المتمردين وصلوا للسطح وبيخلصوا على كل اللي بيلاقوه. وبيفكر جاك تفكير متهور وهو ده الحل الوحيد في الهروب منهم. وبيحاول يقنع اني ان هي تنط على السطح اللي قصاد، بس بتكون مرعوبه لان المسافه كبيره. وبتحاول تنط بس بتخاف وبتكون هتقع، فبتجمد قلبها وبتغمض عينيها وبتنط. واخيرا بتوصل للسطح التاني وبيتكلم مع بيزي بس بتكون مرعوب. وبيحدفها جاك مره واحده وبتمسكها مامتها وبتعدي بسلام. بيكون فاضل بنته لوسي، وبيحاول يحدفها بس بتمسك في رقبته بتكون خلاص هتقع. وبينقذها في اخر لحظه وبيطلع الحزام وبيربطها بيه علشان ما تمسكش فيه. وفعلا بيحدفها وبتوصل للسطح التاني. وبيقربوا المتمردين من جاك وبينطوا بسرعه قبل ما يوصلوا له. وبيكون كده انكتب لهم عمر جديد. وبيحاولوا يفتحوا الباب بس بيلاقوه مقفول. وبيتسلق جاك للدور التحتاني وبينزلهم واحده واحده. وبيبص جاك وبيتفاجئ بالمتمردين بيقربوا من المبنى اللي هو فيه ومعاهم دبابه، فبيخبي مراته وبناته بسرعه، فبيضربوا المبنى وبيتدمر بس بيكونوا كويسين. وبيطلعوا المتمردين وبيدوروا على حد لسه عايش، وبيفضلوا يدوروا وبتكون اني والبنات مرعوبين جدا ومش بيطلعوا اي صوت لان لو سمعوهم هيخلصوا عليهم. وبيفضلوا مستخبيين لغايه لما الليل يدخل عليهم. وبيروح جاك يبص من فوق وبيلاقي المتمردين رابطين 4 اشخاص وبيخلوا العربيه تدوس عليهم بطريقه بشعه. وبيتفاجئ جاك بواحد من المتمردين قدامه، فبيمسكه بسرعه قبل ما ينادى عليهم. وبيفضل يتكلم مع جاك علشان ما يقولش لحد على مكانه، فبيوعده انه مش هيتكلم. واول ما بيسيبه بيفضل يزعق، فبيضطر جاك انه يضربه ويخلص عليه. وبياخد مفتاح الموتوسيكل اللي معاه وبينزلوا تحت وبيركبوا الموتوسيكل وبيخبوا وشهم علشان ما حدش يعرفهم. وبيتفاجئوا بالمتمردين
عاملين كمين في الطريق، فبيضطر جاك انه يمشي في وسطهم لانه لو رجع هيخلصوا عليه، وبيجمد قلبه وبيعدوا زي ما تيجي. وبيفضل واحد من المتمردين يبص لهم بس ما بيتاكدش منهم وبيسيبهم وبيمشوا. واخيرا بيوصلوا للسفاره الامريكيه، ولما بيدخلوا بيلاقوا الجنود اللي فيها مقتولين، وبتنفجر السفاره وهو واقف، وبيلاقي المتمردين بيجروا وراه فبيهرب منهم، وبيلاقوا مكان وبيدخلوا فيه، وبيتفاجئوا براجل عجوز بيمنعهم من الدخول، فبيترجوه انه يخبيهم، فبيوافق لما بيلاقي معاهم اطفال صغيره، فبياخدهم وبيخبيهم جوه في مكان امن. وبيوصلوا للراجل العجوز وبيهددوه بالقتل لو ما قالش على مكانهم. وقبل ما يموتوه بتلحقوا اني في اخر لحظه، وبتقعد تزعق علشان تلفت انتباهه، وبيطلع جاك وبيضرب واحد وبياخد السلاح منه، بس مش بيلاقي فيه طلقاته، وبيمسكوه هو ومراته، وبيكون خلاص هيخلصوا عليهم. فبيظهر هيموند في اخر لحظه وبيضربهم بالنار وبيخلص عليهم، وبيقول لهم لازم نمشي من المكان ده في اسرع وقت، وبياخدهم وبيوديهم على المكان اللي هو قاعد فيه. وبيشوفوا واحد هناك وبيكون صاحب هيموند، وبيشاور لجاك واني على النهر، وبيقول لهم الحدود الفيتناميه قريبه جدا على خط النهر ده، ولو وصلنا لحدود فيتنام هنكون في امان لانها هتوفر لنا حق اللجوء. فبيقول له جاك هما ليه بيموتوا الامريكان؟ فقال له هيموند الامريكان استولوا على معظم الشركات اللي موجوده هنا، فقرروا الشعب انهم يتخلصوا من اي حد امريكي موجود في البلد. وبيدخل جاك ينام شويه، وبيقوم على صوت ضرب النار، وبيبص وبيلاقيه جاي من البرج اللي قصادهم، وبيحاولوا يهربوا من المكان ده بسرعه. وهما نازلين على السلم بتيجي طلقه في بطن هيموند، وبيتصاب وما بيكونش قادر يمشي، فبيتعب من الطلقه اللي واخدها وبيقع على الارض. فبيسيب جاك مراته وبناته وبيروح يطمن على هيموند، وبيحاول يساعده علشان ياخده معاه. فبيقول له هيموند اهرب انت بسرعه. فبيشوف جاك عربيه جايه من بعيد فبيسيبه وبيهرب، وبيقوم هيموند وبيصوب السلاح على السواق وبيخلص عليه. وبيكون جاك حزين على موت هيموند لانه انقذه اكتر من مره. وبيوصلوا عند النهر وبيخبي مراته وبناته لغايه لما يشوف مركب، وفعلا بيلاقي مركب صغيره وبيحاول ينزلها الميه. فبيلاقي صاحب المركب واقف قدامه، فبيقلع الساعه من ايده وبيديها له، وبيبصوا وبيلاقوا المتمردين داخلين عليهم. فبيخبي جاك في المركب بتاعته، وبيبداوا يسالوه فبيعرفوا ان في حد عنده. فبيفتشوا المكان وبيلاقوا جاك مستخبي تحت المركب، وبيمسكوه وبيضربوه طلقه في كتفه. فبتشوف بيزي باباهم وبيخلصوا عليه، فبتجري بسرعه علشان تحاول تنقذه، فبيمسكوها وبيهددوها وبيخلوها تمسك السلاح علشان تقتل باباها. وبتظهر اني في اخر لحظه وبتضرب واحد منهم، وبياخد جاك المسدس من بنته وبيخلص عليهم. وبيركبوا المركب وبيهربوا بسرعة قبل المتمردين ما يلحقوهم ويخلصوا عليهم. واخيرا بيوصلوا للحدود الفيتنامية، فبيحاول الجنود انهم يمنعوهم من الدخول الحدود بتاعتهم. وبنشوف المتمردين بيحاولوا يمنعوهم من دخول الحدود الفيتنامية، وبيصرخ جاك بأعلى صوته بيعرفهم انهم لاجئين. وبيفضلوا المتمردين واقفين ومش قادرين يعملوا حاجة لان لو ضربوا عليهم نار هتحصل حرب بينهم وبين فيتنام. واخيرا بيوصلوا جاك واسرته بسلام، وبيفضل جاك يتكلم مع بناته وبيحكي لهم على اللي حصل معاه ايام زمان، وهي دي بتكون النهاية. سلام. وبيخلص فيلمنا هنا. عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير.